السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا في فيديو جديد النهارده يا جماعة. مملكة المغرب يا جماعة مملكة عظيمة، فيديوهات الناس عمالة تتكلم عنها واحنا جايبينها لكم دلوقتي بشكل خاص عشان ان احنا يبقى لنا ردة فعل عليه. تعالوا مع بعض نشاهد الفيديو ده، قولوا لنا في الكومنتات يا جماعة رأيكم في الفيديو، ما تنسوناش من الدعم بتاعكم، اللايك والاشتراك، قولوا لنا رأيكم في الكومنتات يا جماعة. تعالوا مع بعض نشاهد الفيديو. أولى فضائح كأس أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب. هانت الاخوانات، هانت البوفاي معمر الطبسي القدا وقداش، وزاد تعمر حتى الصاك ديالها. هادي راه بينا الاخوان. لا ايه ده المجتمع ده. مطعم الفندق اللي هم نازلين فيه، يعني بعد أن تناولت وجبة الإفطار لاحظوا وشاهدوا بأعينكم كيف تعاملت في الموقف، وكيف يعني بعد أن انتهت من الأكل وضعت الكثير من الطعام في شنطتها الخاصة، يعني بهذا الشكل يا إخوان. لعيبة المنتخب النيجيري كيسرقوا الماكلة في واحد الفندق شهير ومصنف في مدينة الدار البيضاء. واحد اللاعبة نيجيرية خرجت بواحد الاتهام، قالت لك تشفرت، داو تقريبا شحال من دولار. المهم وسبحان الله المنتخب النيجيري في الماريوت في الريستو تياخذ الماكله ويعمر الصاك. هي النيجيريه تاع بداو الكلام في كاس افريقيا، تعاقلوا في كاس افريقيا ديال المغرب ديال السيدات، هكذا بداو بالمشاكل. هذيك السنه ديال تعاقلوا عليها وموراها عاود جاو ديال الرجال ديالهم. هذاك اللاعب ديال النيجيري قال لك لوطيل من عيان، وهما الاتحاد النيجيري هو سبب هذه الازمه. هذه مالها؟ انا ما فهمتش مال هاد اللعابه هذه نتاع نيجيريا. تخيلوا معايا متواجده دركي في المغرب بالمناسبه تاع كاس افريقيا، وباقيه كتلونسي ستوريات نتاع الناس في الشارع بلا ما تعلمهم بلا حتى حاجه. هادي راه بينا. واش نزلوا يتنتقموا؟ ما فهمتش. هادو نزلوا ينتقموا، هادو ما عندهمش الماكله في بلادهم. ثم قال ماذا؟ قال الجزاء. مش محتاجه حاجه يعني. والله العظيم دي بطولة معتمدة يا جماعة، بطولة أفريقيا للسيدات. لو أنت مش عارف بقى مين هم السيدات تعال نعرفك عليهم. أول منتخب معانا هو المستضيف للبطولة هو المنتخب المغربي. دول سيدات المنتخب المغربي. بعد كده معانا سيدات المنتخب السنغالي. يا خرا شنو هذا؟ زيد هما سيدات، ما تسألنيش ازاي. انا لله ودعم. زيد بقى البعبع نيجيريا، منتخب الرعب ده اكتر منتخب خد البطولة 11 مرة. واحد يقول لي سيدات ازاي؟ سيدات ما اعرفش، روح اكشف انت عليهم. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. هانت بحال هادو كانوا تشوهوا، شدوا ويتشوهوا، وجبد لي هذاك الشيء بالكاميرا وكذا ونوروهم كيفاش يقول لك تسرقنا في شي فندق. هذا الأشخاص أو هؤلاء الأفراد يعني ممكن أن نتقبل منهم موضوع السرقة. اللي وقع هو ان المغرب غادي يبدا ان شاء الله في هاد يومين نهائية كأس افريقيا للسيدات. وكما عشنا كأس افريقيا الرجال والحملات المغرضة اللي كانت على الدولة ديالنا ومجموعة من المنتخبات والبعثات الرياضية بدات كتهاجم تنظيم الدولة المغربية انذاك لتنظيم كأس افريقيا حقدا وحسدا. شنو نسميوها هذه؟ ماشي سرقه، نسميوها الجوع. سبحان الله بحال عمرها ما شاف الاوتيل وراه حتى هي كتمنع من التشفيرات اولا. تحقيق باقي غادي، ولا حسن بانه تيخرج بروباغندا ولا تيعاون شي حد في شي بروباغندا غيتاكد علينا ان شاء الله. كيف ما كان تكون لاعبه، تكون مدربه، تكون مساعده مدربه، كيف ما كان. هي هذيك اللي حطت التصويره ديال المراه، هذيك المراه راه قادره تضعيف هذيك المراه هذيك، وتضعيف وتحول. علاش؟ لانه حطيت التصويره ديال المراه راه بدا ولدها في ظهرها وهي عادي كاع كاينه في دول العالم كامل، ضربت ولدها في ظهرها تحطها تما راه ضعيف. انتوما تخموا بالعقل. هذيك المراه دوك يشدوها تمشي للسلطه المغربيه تدعيك تشكي بك، السلطه المغربيه تمشي لاكا تحط الشكايه ديالك، غادي تجي تقابلي مع هذيك المراه تصوريني اختي. شوف على من كتدبر هذه مانيش عارف سيكونس عاوتاني يا اخي. تصور الناس كاع ما في خبارهمش، هي كتصور فيهم وكتلونسي ستوريات. وهادشي وسط كازا صافي بالرجوله. هادي راه الشوهه بوان كوم بالرجوله. حتى
حنا نديروا لهم شوف بالمثل. راه خاصنا صافي داك التحزار سالينا منه. إذا كانوا يتعاملوا بهذه الطريقة وبهذه الأخلاق وبهذه الكيفية، هل ممكن أنه أنا عقلي يستوعب هذا الشيء؟ والله لا أدافع ولا أبرر. طبعا من الإخوة النيجيريين قد يكون شيء مقبول متوقع، ورأينا يعني ممارسات وسلوكيات من منتخبات أفريقية سابقة في المغرب. هذه المرة بدات الحملة بالمنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري الرجال اللي كان عندنا آنذاك كأس افريقيا اللي داز، شفتوا معنا كيفاش اللاعبين ديالو بداو كينشروا بعض الصور ديال الفيو ديال الفندق اللي اختاروه هما بفلوسهم، هما اللي اختارتوا الاتحاد ديال النيجيريا آنذاك ديالهم هما. حصلت تشد والمريض كله كاميرات كله. المنتخب الجزائري اللي الرجال يعاود لكم القصه ما لقاو فيه حتى شي ديفو باش كانوا عندنا. دابا خصهم يلوحوا لهم شي طعيمه. راه سميتو الماريوت هذاك الماريوت. ملي ما كنتو هذا المغرب هذاك بالكم واحد يبان له في الخبز حط قال لك الاوتيل عيان. هو بغى يضحك بغى يدير على الاتحاد النيجيري ديالو، ولكن اش دخل المغرب في الوسط؟ خويا عندك شي حساب، عندكم شي حساب مع الاتحاد النيجيري روحوا له مباشره. يا بدينا ها بسم الله. لا عنده شي حساب ندوه صحفيه ويهضر مع الاتحاد النيجيري ديالو، ولا يعيط لاكاف يقول لهم حنا ما غاديش نلعبوا ونساحبوا. دابا جا وقت الكاليكاتريس اللي يدير شي حاجه يخلص. فمش بعيد انه يعني نلمس هذه الاشياء من السيدات ايضا، ولكن العتب على بعض الاخوه العرب. يعني انا قرات وشاهدت الخبر هذا من اخوه، يعني من الاخوه العرب، من ابناء العموم، من ابناء جلدتنا، يعني عربي مسلم، الدين يجمعنا، العقيده، اللغه، ومع هذا يتداولوا مثل هذه الاخبار بطريقه جدا الامانه يعني مستفزه. هذه المره كيتعاود نفس الواقعه. لاعبات من المنتخب النيجيري بداو كينشروا مجموعه من السطوريات كيقولوا بانهم تعرضنا للسرقه في فندق شهير هنا في المغرب. راه ما يقبلهاش العقل. فندق قداش الموظفين المستخدمين ديالو غادي يمشيو يسرقوا، وشكون اللي غادي يسرقوا؟ غادي يسرقوا لاعبات ديال بعثه اجنبيه اللي عليهم الكاميرات وعندهم متابعين، غادي يمشيو يسرقوهم. الكلمه مكاش، الضو مكاش، الموقع مكاش. عطاوكم الموقع للواد، تطلعوا على البرج محمد السادس والمسرح والضريح محمد الخامس والحسن الثاني، وزيدوا عليها الترام غادي والترام جاي. الترام ماشي الترام ندخلوا مزيان. ما نشوفوا مخارج الحروف عندكم بعض المرات كنسمعوا شي كلمات مخله. المهم ترام غادي وترام جاي. هذيك المراه تقدر هذيك المراه تشكي بها هذيك البنت اللي صورتها، تقدر تشكي بها عادي. هذيك تشكي بها تقدم بها بلاغ تشكي بها وتحطها تقول لها صورتيني يا سيدي، ما عندكش حق باش تصوري. هذوك تشكي بهم الاوتيل الفندق يدبروا راسهم معاهم غادي يجيو معاهم للشكايه، وكاين كاميرات في الفندق ديالنا يطلعوه. هذا هو الواقع. راه شوف حنا حجرتنا ثقيله. ها شو الحاله كي دايره؟ شو كي كتخشي في الساق عباد الله. هذه بحال داكشي باقا عاقل، داكشي ديال العراسات ديال الحيمه في خبيز. شو قداش بعدا شو. قرات الخبر ايضا في مواقع عربيه. يا اخوان يعني هل من المروءه انك تنزل يعني ضيف معزز مكرم في بلد عربي وتتداول مثل هذه الاخبار؟ المغرب الشقيق يستضيف بطولات الرجال والنساء ويقدم كل التسهيلات لكل البعثات المشاركه، سواء على مستوى السيدات على مستوى الرجال. شحال غادي يسرقوا؟ $70 $50 $100. راه ما يقبلهاش العقل. وباش نبين لكم بان هذه الحمله ممنهجه والمغرب هو المستهدف، هاد اللاعبات النيجيريات ما تفاهمش غير هذا الادعاء، لا مشاو خرجوا الى الشارع وبداو كيصوروا بعض الحالات الاجتماعيه في الشارع وكيلوحوها في السوشيال ميديا. خرجوا كعبه كتسالوا على رجليكم، وصلوا لمارينا ديال السلا، ديروا دي اكتيفيتي، خرجوا بالباطو، الجيت سكي، الكاياك، تقهواو تما. كيف ما تخرجوش تقلبوا على شي زباله حاجه سمين وتصوروا منها، حيت اللي درتوها يعني كتقلبوا على بلاصتكم الاصليه. ومن ثم ناتي بهذه الاخبار وبهذه الاكاذيب والبهتان والتاويل. يعني اجحاف يا اخوان، والله اجحاف. فلنتقي الله فيما نكتب وفيما نقول، ولنتذكر قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولكن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجار. هاد اللاعبات ضبطنا وصورنا بالفيديو
في نفس الفندق اللي قال لك هما كيتسرقوا فيه، هما كيسرقوا الماكله، هما كيسرقوا الطعام. وهو الفيديو مأخوذ من قاعة الأكل في نفس الفندق. اش نقولوا اخواننا الكرام؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق حتى تعم الفائدة، وكذلك نواجه الحملات المغرضة ضد الدولة ديالنا. يا جماعه كل الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، يا رب يكون عجبكم المحتوى اللي احنا قدمناه. ان شاء الله ربنا يتابع فيديوهات تانية كتير. ما تنسوناش من الدعم بتاعكم، من اللايك والاشتراك والكومنتات. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ايه، سلام.